إلهام حبيبة قلبي، انتي أكتر. عاملة إيه؟ الحمد لله. البيت وحش قوي من غيرك يا حبيبتي. باتي معايا النهارده بقى. وحشتيني قوي قوي. يعني بقالك مده ما جبتيش سيره السنيوره بنتك يعني. هقول لك ايه؟ مفيش حاجه. صحيح، طلعت بنت كلب ما تمرش فيها التربيه. من ساعه ما مشيت ما قالتش اروح اشوف ابويا ولا اخواتي. بتسأل عليك على طول يا سيد. سالت عليها العافيه. بكره تروحي تجيب الشهريه. لسه الشهر ما جاش يا سيد. بقول لك بكره تروحي تجيب الشهريه عشان مزنوق في قرشين. مزنوق في قرشين ولا الكيف خلص ومش قادر تستحمل؟ انت هتحاسبيني ايه ولا ايه يا وليه؟ جاتك القرف فيك وفي ملابسك بدل ما اديكي بالمنهج ده. يا وليه فقر. ما تزعليش يابا. انا مش زعلانه يا حبيبتي، مش زعلانه. هي فرحة مش هتيجي تاني بس هي وحشتنا قوي. ودينا نشوفها وننام يما. يا ريت كان ينفع يا حبايبي، يا ريت كان ينفع. أنا بقيت حاسة إن أنا مش طبيعي. ما بقيتش عارفة أفرق ما بين الواقع والخيال. أنا هتجنن يا دكتور، أو يمكن اتجننت خلاص، مش كده؟ انت ليه ضغط على اعصابك بالشكل ده يا مدام نغم؟ ليه؟ ما تهدي اعصابك شويه. أنت بتقولي كده حتى بعد كل اللي حكيتهولك؟ تعالي نرجع بالزمن لورا شويه. لو اننا قبل الحادثه وجم قالوا لك على الخزنه اللي شفتيها في مكتب طاهر بيه، او الحوار اللي دار بين صاحبتك وبين سلسبيل، وجم قالوا لك ده ما حصلش، ده وهم، تفتكري ساعتها كنت هتصدقيهم؟ كنت هتقعي في الحيره اللي انت واقعه فيها دلوقتي؟ متهيأليش. طيب ايه اللي اتغير؟ قصد حضرتك إن أنا السبب؟ مش انت السبب، ثقتك في نفسك هي السبب. اول حاجه لازم تستعيدي ثقتك بنفسك وخرجي نفسك من الحيره اللي انت واقعه فيها دي. ولو جه حد وقال لك اللي انت شايفاه بعينيكي متجسد قدامك ده وهم مش حقيقه، اياكي تصدقيه. فاهماني؟ ازيك يا دادا؟ الله يسلمك، الحمد لله على السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك. مدام نغم فين ونور فين؟ النور في اوضته والست لسه ما جتش من بره. ما جاتش من بره، هي فين اصلا؟ ما قالتش، بس هي مشيت بعد 6 شهور ما خرجت على طول. ماشي يا دادا. طب تحب احضر لحضرتك العشاء؟ لا لا لا، هستنى مدام نغم ونتعشى مع بعض. اعملي لي بس فنجان قهوه وهاتيه لي على المكتب. ها؟ حاضر. يلا. بصراحة بعد ما قفلت معايا حسيت إني أنا مش فاهم ولا حاجة. ممكن تشرحي لي في إيه بالظبط؟ هو طبيعي إن شوق تديك ريبورت عن كل مقابلاتي معاها وإيه اللي حصل فيها؟ يا حبيبتي مش ريبورت ولا حاجة، بس دي صاحبتك وبتحبك وخايفة عليكي وقلقانة عليكي، فطبيعي إنها تيجي وتحكي لي. وبعدين أنا عايز أفهم حاجة. إيه اللي فكرك بموضوع سلسبيل ده تاني؟ أنا ما نسيتوش أولاني عشان أفتكره تاني يا طاهر. سلسبيل صاحبتي. وبعدين بصراحة بقى أنا حاسة إن حادثة سلسبيل دي مقصودة. مقصودة يعني إيه؟ يعني متدبرة عشان يخلصوا منها. مين دول اللي يخلصوا منها؟ اللي كانوا بيطردوها يا طاهر عشان المشروع بتاعها. يا حبيبتي، يا حبيبتي، تقرير الطب الشرعي والبوليس قالوا إن الحادثة حادثة عادية ولا متدبرة ولا حاجة. وأنا عايز أفهم حاجة. في حد أقنعك بغير كده؟ محدش أقنعني بغير كده، أنا حاسة بده. وبعدين لما قابلت يوسف صديق في الساحل أكد لي الشكوك اللي في دماغي. يوسف صديق؟ يبقى كل اللي احنا فيه ده بسبب يوسف صديق. وبعدين أنا عايز أفهم إزاي تسلميه دماغك يلعب بيها؟ يلعب بيها؟
حبيبتي، يوسف الصديق ده بيستغل ضعفك دلوقتي وبيستغل الحالة اللي انت فيها دي عشان يطلع منك بسم صحفي. حاسب على كلامك يا طاهر، انا مش عيله صغيره عشان حد يلعب بدماغي ويستغلني. انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. واضح. قصدك ايه بقى؟ قصدي يا نغم انك لازم تنسي موضوع سلسبيل ده خالص، وتنسي الاوهام اللي انت معيشانا فيها من ساعه الحادثه دي. انا مش عايشه باوهام يا طاهر، وسلسبيل صاحبتي، وانا هفضل ورا الحقيقه لحد ما اعرف ايه اللي حصل، والا تبقى اوهام زي ما بتقول. ده عند بقى. مش بس عند، انا مقتنعه بده. مقتنعه بايه؟ ها؟ مقتنعه انت بشويه اوهام مش هتوصلنا لاي حاجه، هتخلينا نقعد نلف حوالين نفسنا، ومش بس كده، هتخلينا نشك في اقرب الناس لينا. نغم، انا عمري ما غصبتك على حاجه، وكنت طول عمري بثق بدماغك وبطريقه تفكيرك وطريقه استيعابك للامور. كنت، ودلوقتي ايه؟ مجنونه؟ تمام يا طاهر، اوكي، انا بقى مجنونه، بس من هنا ورايح محدش له دعوه بيا، ومحدش يسالني انا بعمل ايه، عشان محدش بيسال المجنون عمل كده ليه. وبعدين بقى بعدين يا نغم، اخرة اللي انت فيه ده ايه؟ أنا مش فاهم حاجة بتقولها دي يا سليمان، وبعدين أنا حاسس بحاجة كده غريبة ورا الكلام ده كله، في إيه؟ ما تصارحني. محي، انت عارف ان انا دايما بصارحك بكل حاجه، بس المره دي بجد مش هقدر اقول لك اكتر من اللي انا قلته. بصراحة أنا مش مقتنع. مش مهم تقتنع، المهم تنفذ اللي قلت لك عليه. انا لو جرالي حاجه ادي الظرف اللي انا سبته لك للاسم اللي مكتوب على الظرف. بقول لك إيه؟ ما تسيبك من جو الأفلام الأمريكاني ده وتيجي تقعد معايا الكام يوم اللي جايين دول. مديحة مسافرة تطمن على فريدة وهتقعد عندها شهر لحد ما تولد. وهي يا أخي نونس بعض بدل ما كل واحد فينا كده قاعد زي يد قطع. صدقني يا صاحبي، المره دي مش هينفع. انا سايب الموضوع ده امانه بين ايديك، وانا عارف انك قد الامانه. طمن يا سليمان، أمانتك في الحفظ والصون. انا متاكد من ده يا صاحبي. العب. وانا اعرف منين يعني؟ ما انا زيك. اللي يشوفه هو مستعجل اني اعمل له توكيل ما يشوفوش دلوقتي. مش عارف، تفتكري نغم ممكن تكون ضغطت عليه؟ ما هي ممكن تكون هي اللي خلته يرجع في كلامه وينسى القصه دي. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ نغم ليها كلام على رمزي. الكلام ده كان زمان، دلوقتي مفيش حد ليه كلمه على رمزي غير هو رمزي وبس. انا كده كده بكره هروح اشوف ايه القصه دي. يلا خدي بس تعالي هنا. انت كنت فين لحد دلوقتي؟ ايه ما تنحيش، كنت فين؟ هو امتى بقى الدور ده هيخلص؟
هو اللي هو ايه الدور ده؟ دور الاخ الكبير الحنين اللي بيخاف قوي على اخته. امتى الدور ده هيخلص عشان ابقى فاهمه؟ بس احنا في القرن ال21، يعني خليك في مصلحتك وفي نفسك وبس، وفكك بقى مني. دي من اهله هندسه. ايوه ايوه ايوه. ايه زيارة اخر الليل دي؟ اكيد مطرود من البيت. مطرود؟ عيب عليك، اخوك مسيطر. طب اقعد يا سيطرة، اقعد. ايه يا استاذ؟ فينك؟ محدش شافك يعني من ساعة ما رجعت؟ مفيش. مفيش برضه؟ عليا انا؟ انت ما تختفيش كده غير لما يكون وراك مصيبة سودة. انا عارفك. وانت قلت بقى تيجي تلحقني قبل الفاس ما تقع في الراس، مش كده؟ اسم الله عليك، بالظبط كده. لا بجد والله. انت فينك مختفي فين؟ ولا حاجة. اعتبرني بعيد ترتيب اوراقي من جديد. بعد ما هبت عليها عاصفة لخبطت كل حاجة حواليا. بعثت فيها حاجات انا عمري ما كنت متخيل انها تظهر دلوقتي بعد السنين دي. هبت وبعثت؟ لا ده انت هبت منك خالص. ربنا يسترها. ايه الحكاية صحيح؟ افصح يا فتى، ما هي حكايتك؟ قول. نغم يا متر. نغم مين؟ نغم؟ ياه، معقولة؟ طب ازاي حصل ده وامتى وفين؟ احكي لي. أول مرة أصدق المثل اللي بيقول إن الدنيا دي قد كف الإيد بالظبط. بغض النظر عن المثل اللي مش موجود ده أصلاً، بس أنا عايزك تقعد معايا كده وتحكي لي، ها؟ وتقول لي كده الحكاية من أولها، من طقطق لسلام عليكم. من ساعة ما شفتك وبقول وراك حكاية كبيرة. قول لي بقى قابلتها فين، ها؟ احكي لي. انت ما بتزهقيش؟ على فكره بجد كده اوفر قوي قوي قوي. احنا سبق واتكلمنا في الموضوع ده وقفلناه خلاص. الموضوع ده بالذات لا هكل ولا همل وهفضل ازن، واذا مش عاجبك اتفلقي. ادي غلاسه بقى. غلاسه اني خايفه عليكي وعايزه راحتك. يا حبيبتي ومين قال لك اني مش مرتاحه؟ يا شو انت هتكدبي عليا ولا على نفسك؟ انا ولا بكدب عليكي ولا بكدب على نفسي. انت ليه مش عايزه تصدقيني؟ انا فعلا مرتاحه ومبسوطه بحياتي بالشكل ده. اللي دي حياه يا بنتي اللي انت عايشاها دي. انا افهم الحياه ان يبقى في حد بيحبك وانت بتحبيه، ان يبقى معاكي بيبي يملى عليكي دنيتك. احلف لك بايه اني مش عايزه ولا اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوليه ده. انا فعلا مرتاحه ومبسوطه في حياتي وعايشاها بالطول وبالعرض زي ما بيقولوا.
ياه، دي حكايه ولا في الافلام يا حضرة. واحنا حياتنا ايه غير افلام يا متر؟ بس الفرق بين حياتنا الحقيقيه والافلام ان احنا ما بنقدرش نكتب نهايه سعيده زي الفيلم. انت عايز رايي؟ انت ما توقفش قدام الموضوع ده كتير. اعتبره كده حاجه عابره وعدت عليك، عاصفه وعدت زي ما كنت بتقول. لا بجد نورت المحكمه، بسم الله ما شاء الله عليك. امال انت عايزني اقول لك ايه؟ اقول لك كمل ولخبط حياتك اكتر ما هي متلخبطه؟ ما ينفعش يعني، ما ينفعش صدقني. ايه هو اللي ما ينفعش؟ لان انت شايف الموضوع من زاويه غير الزاويه اللي انا شايفها خالص. ويا ترى ايه هي بقى الزاويه اللي انت شايف منها؟ ان ظهور نغم في الوقت ده وبعد السنين دي كلها اكيد ليه معنى معين ومحدد، مش صدفه عابره زي ما انت بتقول او انت شايف. معنى ايه بقى ده ان شاء الله؟ نغم محتاجه حد يقف جنبها في الوقت ده، محتاجه ان انا ابقى جنبها، وانا مستحيل اتخلى عنها. يوسف، ما تحاولش تخلق لنفسك مبررات عشان تلاقي اسباب تفضل جنبها بيها. انت اكتر حاجه غلط عملتها في حياتك طول السنين اللي فاتت دي انك فضلت حابس نفسك وقافل عليها وعايش على ذكرى حب انت عارف كويس قوي انه محكوم عليه بالاعدام. فما تجيش دلوقتي بقى وتحاول تحيي حاجه انت عارف مصيرها كويس قوي. صباح الخير يا هاني. صباح الخير يا دار. انت ما نمتيش ولا ايه؟ لا والله ما جاليش نوم. ليه يا بنتي كفى الله الشر؟ والله ما انا عارفه يا دادا. بقول لك ايه، ممكن تعملي لي كوبايه قهوه كبيره؟ عندي صداع رهيب. طب ممكن اعمل لك حاجه خفيفه كده تاكليها الاول؟ لا 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 ماليش نفس، عايزه بس كوبايه القهوه لو سمحتي. حاضر. طمني يا نوال، انا اتكلمت مع رمزي واقنعته انه يشيل موضوع عماره باب اللوق من دماغه خالص. انت بقى بتضحك على نفسك ولا عليا يا سليمان؟ رمز عمره ما هيعمل كده. صدقيني اللي بقولك عليه ده حصل. يبقى اكيد في حاجه غلط. غلط انه ينسى الموضوع ده وما يتكلمش فيه تاني؟ ايوه غلط. ابني وانا عارفاه الطمع والجشع ملا قلبه وعينيه، وعمره ما هيعمل كده خالص. يا ستي المهم احنا لينا النتيجه، انت بس اطمني. خلاص انا عملت توكيل واديته لنغم وقلت لها تديهوله. وانا قلت لها اوعي تعملي كده. ليه يا سليمان بس؟ ليه تقف قدام رمزي؟ انا مش عايزه اي حاجه، اي حاجه في الدنيا مش عايزاها. مش عايزه اشوف عيالي واقفين مع بعض زي الديابه ياكلوا بعضيهم. يا حبيبتي طول ما انا عايش مش عايزك تحملي هم اي حاجه. وانا تعبت يا سليمان، تعبت وقلبي مقبوض وخايفه. انا ما بقتش حمل وجع تاني يا سليمان. بص يا حبيبتي، مفيش اي حاجه هتحصل غير اللي انا قلت لك عليها. انا عايزك تطمني خالص.
ربنا يخليك. يوه انا مش فاهم انت مستعجله على ايه؟ هي الدنيا هتطير. استعجالي جنب استعجالك ما يجيش حاجه، وبعدين لو انت مش قادر تعمل الموضوع ده قول عادي، يعني مش هيحصل حاجه. انت بطلي تلميحاتك السخيفه دي. وبعدين انا في القاموس بتاعي مفيش حاجه اسمها ما اقدرش. فعلا؟ مش باين يعني. مش بقول لك تلميحاتك سخيفه وانت على بعضك كلك كده سخيفه. ايوه انا سخيفه. بقول لك ايه؟ قولي. ما تديني نصيبي انا ورامي عشان تخلص من الزن ووجع الدماغ وبالمره تريح دماغك، ايه رايك؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انت متاكده ان انت مهندسه ديكور؟ اه والله. ده انت رئيسه عصابه. يا شيخ منصر. بقى يا رب يراها في نص لسان طولت ولسانها ده اطول منها. مش مصدق. ايه ده؟ ايوه طيب. الو. ايه؟ تتكلم بجد؟ برافو عليك، برافو. انا قاعد في البيت مستنيك، تعالى لي بسرعه. يلا سلام. ايه؟ هتموتي وتعرفي انا بتكلم مين، هتموتي. كده كده. بعينك. بص بقى. فلوسك هتاخديها اسرع مما تتخيلي. احنا كان قدامنا مطب كده ونزاح. اخر كلام؟ ده الكلام اللي مفيش بعديه كلام. اجازه؟ ايوه، وواضح انها هتبقى اجازه طويله شويه. ليه كده يا نغم؟ عندي حاجات في حياتي ملخبطه كتير قوي، لازم احاول ارجعها زي الاول. طبعا انا مش هقدر اقول لك لا، بس ايا كان اللي بيحصل في حياتك نصيحه مني ليكي، بلاش تستسلمي، حاولي تقاومي وتكوني اقوى من اي ظروف. خساره موهبتك يا نغم. يا رب اقدر. هتقدري ان شاء الله، انا عارف نغم كويس. ربنا معاكي. ميرسي يا مايسترو. عن اذنك. اتفضلي. يلا بينا. جاهزين؟ هفارم عليكم يا رجاله. برافو. خدام عليك يا باشا. في حد شافكم؟ عيب يا باشا، انا تلامذه. ماشي. عايزكم تكملوا اللي انا قلت لكم عليه. بكره الصبح عايز اسمع اخبار حلوه. يحصل يا باشا. ماشي يا سليمان باشا. يا خالو، هنشوف مين هيقطع رقبة